كل الناس عمالة تهلل وفرحانة باللي عمله الشهيد محمد صلاح، والسوشيال ميديا مولع بصوره. الله يرحمه طبعا، وكلنا زعلانين عليه. لكن في يا جماعة أبعاد للموضوع محدش حاسس بيها. في جوانب إيجابية وفي جوانب سلبية. الجانب الإيجابي إن هو من فترة قصيرة انتشر فيديو للجنود المصريين ومعاهم القائد بتاعهم ضابط في الجيش المصري في السودان، وكان الإعلام المعادي بيعتبره إهانة للجيش المصري رغم إن ده مش حقيقي. وفضلوا بقى يتكلموا لا ده صح لا ده غلط. شوفوا الجيش المصري، جيش السكر وجيش الزيت وجيش السمنة. طيب أهو محمد صلاح أهو جندي مجند في الأمن المركزي، يعني تلقى تدريب أقل من الجنود المجندين في الجيش. يعني هو مش جندي في الجيش، هو قوات أمن مركزي في الشرطة، وقدر يخترق السياج الأمني الإسرائيلي، ولوحده قدر يقتل عدد. ده انثبت بيثبت كفاءة الجندي المصري وكفاءة التدريب اللي بيتلقاه الجندي المصري. الجانب السلبي بقى ان احنا دلوقتي اتورطنا في أزمة دبلوماسية. انتوا فرحانين قوي، طب ما هم هيبقى لهم رد. احنا بينا وبينهم معاهدة سلام، يعني ممكن يكون الرد بتاعهم اقوى. وبعدين احنا دلوقتي عندنا مشكلة اقتصادية، مش ناقصين مشاكل على الحدود ومشاكل دبلوماسية مع الدول المجاورة. الدنيا والعة في جميع الحدود. السودان في الجنوب ادي انتوا شايفين، وفي ليبيا انتوا شايفين اللي بيحصل، وفي اسرائيل احنا مش عايزين نولع الدنيا. الحرب مش سهلة. وبعدين انت في معاهدة، وطالما في معاهدة المفروض الانسان يتمسك بالمعاهدة. انا معرفش تفاصيل الحادثة ايه، او ايه السبب اللي خلى الجندي المصري ده يعمل كده. انا معرفش، لان قيل كام رواية علشان احكم اللي عمله ده صح ولا غلط. لكن الناس فرحانة، وكأن هو يعني ما شاء الله هو شهيد طبعا وجزاؤه عند ربنا كبير. لكن في ابعاد تانية، في ابعاد تانية. ربنا يستر، ربنا يستر. الواحد قلقان. احنا لازم نخاف ونبقى قلقانين. ما هو انت مش هتعمل الفعل الا ما يكون له رد فعل. لازم يكون في رد فعل اكيد. فده مش فرح، ده قلق. احنا لازم نقلق. وبعدين احنا لو الموضوع في حدود مصر ويخص مصر يبقى نضرب للشهيد محمد صلاح تعظيم سلام. لكن لو الموضوع يخص أهل فلسطين وأهل غزة يبقى هم أولى بشغلهم وببلدهم وبأرضهم. احنا دافعنا كتير عن فلسطين والفلسطينيين نفسهم وسابوها وعاشوا بره وعاشوا في أوروبا. تعال شوف بنت ياسر عرفات دلوقتي هي من أغنى أغنياء العالم. لما يكون أهل البلد تركوها، احنا نورط مصر في مشاكل دبلوماسية ليه؟ لو يعني كل واحد أولى بلحم طوره، او جحا اولى بلحم طوره. يعني كل واحد يدافع عن بلده. هما منهم فيهم حتى الفصائل الفلسطينية فيها خيانة. يعني هما اصلا اهل البلد ما بيحبوش بعض. آه، انا حبيت بس اوضح للناس ان زي ما في جوانب ايجابية في جوانب سلبية، وربنا يسترها يا رب، واحنا مش ناقصين مشاكل.